ننتقل إلى هذه اللوحة التي تبين لنا آلية الإدغام بغنة. ما آلية الإدغام بغنة؟ ما حقيقته؟ قلنا بأن النون نصفان، ونرى أمامنا في اللوحة سبق في بحث مخارج الحروف أن النون نصفان، نصف لساني مكمل كما ترون أمامكم الآن، وهو عبارة عن الجزء اللساني من النون. الصوت يخرج من الوترين الصوتيين لأن النون مجهورة، ويقف الصوت خلف طرف اللسان كما ترون الأسهم الحمراء وقفت خلف اللسان. أما الآن فنرى بأن النصف الخيشومي وهو الغنة والمعبر عنه بالأسهم الزرقاء تمر من خلال الخيشوم الذي هو التجويف الأنفي، ثم تخرج إلى الخارج عن طريق فتحتي الأنف. نصف خيشومي هو الغنة مكمل. لماذا هو مكمل؟ لأنه يكمل الجزء اللساني، يكمل الجزء اللساني. فعندما ننطق النون المدغمة يتحول الجزء اللساني الذي هو عبر عنه بالأسهم الحمراء إلى الحرف الآتي بعده. مثلا من ولي تصبح ميو، ميو الجزء اللساني انعدم، تحول إلى واو، قلب إلى واو، بينما الجزء الخيشومي الأزرق اللون بقي بل نطوله. ننتقل إلى اللوحة التي تتمم هذا الحديث. نعم، فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون. لاحظوا هنا اللوحة التي على اليسار نون مدغمة بغنة في الياء. لاحظوا بأن المخرج اللساني تحول إلى ياء، يعني من يعمل، من يعمل تحولت إلى مي، مي الجزء اللساني من النون تحول إلى ياء. بينما انظروا الآن الجزء الخيشومي والمعبر عنه بالأسهم الزرقاء ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم. فبالنسبة للنون المدغمة في الياء نقول مثلا فمن يعمل، فمن يعمل. لاحظوا بأن نطق الإدغام يكون بصوتين معا، ياء من الفم معبر عنها بالأسهم الحمراء، غنة من الخيشوم معبر عنها بالأسهم الزرقاء. مجموع هذا هو آلية الإدغام بغنة. ولاحظوا بارك الله فيكم بأن هذين الصوتين لا يطغى أحدهما على الآخر. يعني لا يصح أن أقول أنا مثلا فمن يعمل، فمن هكذا آتي بياء من غير غنة. نعم، ما يصح، ما يصح هذا. لابد أن نبقي الصوتين كما هما. اللوحة التي أمامنا الآن تبين لنا الصورة النهائية للإدغام بغنة. لما ننتهي من نطق النون المدغمة في الياء والمصاحبة للغنة يأتي القسم الثالث والأخير. نرى على اللوحة فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه انقطع صوت الغنة المطولة. لما بدي يقول يا تبع يعمل، يا هذه الياء تخرج ولا يصاحبها غنة. إذن كما لاحظنا بأن الإدغام بغنة يمر بمراحل. أهم شيء أن الجزء النون تحول إلى ياء. ثانيا هذا الجزء الذي تحول إلى ياء يصاحبه عند النطق غنة ممطوطة. فإذا انتهى زمن الياء الأولى التي هي أصلها نون، فمن انتهينا إلى هذه المرحلة يا، لما أقول هذه الياء الثانية لا تخرج معها غنة، يا فمن يا. ولما أقول فمن أنطق صوتين معا، ياء من الفم وغنة من الخيشوم ولا يطغى أحدهما على الآخر. بعض إخواننا بيقولوا فمن، اسمعوا جيدا، فمن يعمل، هذه ياء ما معها شيء. من ولي ولا نصير، هذه واو ما معها شيء، وهذا خطأ. لابد أن يكون مع تلك الياء وهذه الواو غنة من الخيشوم أيضا، وصوتهما متساو في القدر. لا يطغى صوت الياء على صوت الغنة ولا يطغى صوت الغنة على صوت الياء. يعني ما بيصح نقول
فمن يعمل، نجعل صوت الياء كبير مثلا 80% وصوت الياء 20%، ما يصح، ولا يصح عكسه. فمن هكذا ياء مجردة، ياء معها غنة ضعيفة، لا يصح. لابد أن نسوي بين الصوتين، ياء من الفم، غنة من الخيشوم، معا يبدأان معا وينتهيان معا عند الياء الأولى، هكذا. فمن فمن فإذا وصلنا إلى هنا نقول يعمل، الياء الثانية، هذه الياء الثانية ما معها غنة. مثلا بدنا نقول من ولي ولا نصير، نون ساكنة بعدها واو، تنوين بعده واو، نقولها هكذا: من ولي ولا نصير. من ننتقل من الميم إلى الواو مباشرة، ولكن هذه الواو معها غنة من الخيشوم، هي غنة النون المدغمة. من أجل هذا نسمي هذا الإدغام إدغام ناقص، إدغام ناقص، أو نسميه إدغام بغنة. لماذا هو ناقص؟ لأن جزءا من الحرف المدغم وهو النون ما زال موجودا، وهو الغنة، غنة النون ما زالت موجودة، لذلك نقول إدغام ناقص، ونسميه أيضا إدغام بغنة. إذن من هنا أنطق واو وغنة معا متساويين في القدر، فإذا وصلت إلى نهاية الصوت من و، لما أقول ولي وأنطق واوا لا غنة معها، من ولي ولا نصير. انتبهوا إلى هذا واضبطوا بدايته ونهايته، تصيبوا بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى اللوحة التي أيضا تبين هذا الأمر وتزيده إيضاحا. قبل أن ننتقل إلى التلاوة المنهجية، نرى على اللوحة آلية الإدغام بغنة. فمن يعمل تقرأ فمن يعمل. انظروا هنا كتبت لكم ياءين، بدل أن أكتب ياء واحدة كتبت ياءين. الأولى جعلناها باللون الأحمر لنبين بأن هذه المنطقة هي منطقة الياء التي انقلبت عن نون وتصاحبها غنة مطولة، هي غنة النون. فإذا انتهى هذا الصوت يعمل، تأتي الياء الثانية لا غنة معها. ما قلناه هنا ينطبق أيضا على المثال الثاني الذي نراه أمامنا على الشاشة الآن. خير من، هنا أدغمنا تنوين في ميم. الفرق بين خير من ومن يعمل أننا في الأول أدغمنا نونا في ياء والياء لا غنة فيها، بينما في هذا المثال الثاني أدغمنا تنوينا في ميم والميم فيها غنة، لكن الغنة الممطوطة تكون مع الحرف الأول المنقلب عن التنوين، هكذا كما نرى. خير من، خير من. فقولنا خير، هذه الميم الأولى المنقلبة عن التنوين تكون الغنة مصاحبة لها ومطولة، فإذا انتهى الصوت إلى هنا نقول من بميم مكسورة. طبعا الميم المكسورة فيها غنة ليست مثل ياء يعمل، لكن القاسم المشترك بينهما هذه الغنة الممطوطة كما نرى. ونلاحظ بأن المقدار واحد، يعني مقدار التطويل في فمن يعمل مساو لمقدار التطويل في خير من. بقي أن ننبه هذا التنبيه الأخير الذي ترونه الآن أمامكم على الشاشة. اضغط يا أخي على الزر الذي عندك. تنبيه: هذه اللوحة للتقريب ولا تغني عن المشافهة، يعني نحن نحاول أن نقرب، نحاول أن يعني نشرح ما استطعنا للأخ المتلقي، ولكن هذا لا يغني أبدا. الكتب واللوحات لا تغني أبدا عن الجلوس إلى أستاذ يوقفك على حقيقة النطق الصحيح، فينطق أمامك وتنظر وتسمع، ثم تنطق أنت أمامه، فإما أن يصحح لك وإما أن يقرك على نطقك.